مانويل جوزيه يفاجئ الجميع بهذه التصريحات بعد انسحاب الزمالك من مباراة الأهلي في الدوري المصري. لن تصدق ماذا قال. في البداية نوحد الله ونصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. علق الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه على انسحاب الزمالك من مباراة القمة في الدوري المصري الممتاز، وأدلى بتصريحات مثيرة جدا نقلتها الإذاعة البرتغالية منذ قليل. قال مانويل جوزيه: للأسف تابعت بعض الأخبار عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، لأنني أهتم بمثل هذه المباريات للنادي الأهلي حتى الآن، وعلمت أن نادي الزمالك أعلن انسحابه من هذه المواجهة بداعي الاعتراض على جدول المسابقة. أعتقد أن هذا السبب غير منطقي، ولا يحق لأي نادي الاعتراض بهذا الشكل الغير مناسب. هناك حسابات أخرى جعلت إدارة الزمالك تتخذ هذا القرار العجيب، لكن دعونا ننظر لهذه المشكلة بشكل آخر. بعيد عن الأهلي أو الزمالك أو أي فريق مصري، سنجد أن هناك حالة من حالات العبث داخل منظومة الكرة في مصر، ولا بد أن يكون هناك عقوبات مشددة على أي فريق يسيء للكرة المصرية مثلما يفعل الزمالك وإدارته الآن. إدارة نادي الزمالك لا تعرف أن هذه المباراة ينتظرها الكثير من الجماهير داخل وخارج مصر. أولادي كانوا ينتظرون هذه المباراة، ونحن نعيش الآن في أوروبا بعيدا عن مصر وأفريقيا، وهناك الكثير والكثير ينتظر هذه المباراة في قارات كثيرة جدا حول العالم.